من وقت ما جبت ليفي المواعين ده وانا عايزه افتح عايزه افتح واحده كده واشوف فيها ايه. انا الوهله الاولى قلت دي في كده نوع سفنج كده رقيق كده، مش اللي زي هيطلع دلوقتي، بيتباع. فانا قلت اكيد هشينه منه، يعني حاطين كده كام واحده ومطبقينها، لان هو لما تيجي تمسكيها لا الواحده جامده، يعني اللي هو السفنج اللي فيها نوعه كويس. فقلت يلا يا بت بقى افتح لك واحده كده. انا بصراحه كنت هفتح التلاتة، بس قلت لا، استحرمت بصراحه. قلت كفايه واحده كده وهي هرجعها تاني يعني وهخيطها وهي هستخدمها. فقلت بسم الله يلا يا بت افتحي لك واحده وشوفي فيها ايه. فضلت كده احاول ان انا افتح. هي خامتها ما شاء الله، آه قويه، برغم ان المقص ده اكتر مقص حامي عندي في البيت. فاللي هو مش عايزه تتقص. ففضلت كده ان انا جيت على نفسي و اتقصت. طلع بقى السفنج ده السفنج المضغوط. يعني انا كان في بالي حاجه تانية خالص. انا هحاول ان انا اشوف لكم ليه صوره واحطها لكم، بس ما توقعتش ان هو يكون ده خالص يعني. وطبعا بقى هما بقى جايبين من كل فيلم اغنيه يعني، جايبين حاطين كام حته كده سفنجه خامه حلوه او نضيفه بمعنى صح، وكام واحده كده ايه مش لطاف يعني. ده كده خامتها من بره تشبه قوي 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 الخامه بتاعتها الليفه المغربيه، حرفيا من جوه خشنه زيها بالظبط، ومن بره نفس بالظبط. مش هي كده بيبقى ليها وشين؟ دي كده بالظبط حرفيا. فاللي هو تنفع قوي يعني لو جبتي حاجه زي كده، تنفع قوي تعملي بيها رجلك او جسمك عامه. يعني هو عامه في الاول والاخر ليف يعني. ده كده بقى الشكل الليفي اللي طلع. فاللي هو قلت ايه ده، انا قلت بصراحه هيطلع كام واحده كده جوه، واللي هو ايه هيبقى كل واحده تتضرب في 3. فللاسف طلع ده اللي فيها من جوه. بص عامل ازاي. هو ليف نوعا ما او سفنج نوعا ما مضغوط حلو يعني، مش طري قوي، مش زي الطراوه ديت. وديت بقى اللي مش حلوه. فمسكتها بقى هرميها دلوقتي. بس دي اخرة الهبل، دي اخرة اللي عايزة، دي اخرة الاستكشاف، اخرة الاستكشاف حرفيا. نرمي بقى ده الزيادة. وعامل كده شبه البخت. انا كان نفسي اعمل حاجة زي كده، واكيد مش ندمانة ان انا عملتها يعني. فضلت العب كده بالسفنج واللي هو ايه، يلا يا بت بصوا. انا قلت افتح دي، قلت لا يا بت حرام. وبرضه لسه في دماغي نفس السفنج اياه، يعني انا هبقى اشوفه، يعني هبقى اوريهولكوا يعني. فقلت لا خليها وخلينا بقى. حتى هنا بصي قعدت اقول لكم عماله اعمل كده بيها اللي هو تنفع قوي، تنفع قوي ان انتي تحطي في واحده كده على الحوض تغسلي بيها رجلك، ناعمه وهترغي معاكي بما ان فيها السفنج ده. فاهمين قصدي ازاي؟ فاللي هو حلو قوي، كل ما تتوضي تك 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 الرجل دي تبقى فله. قلت بقى ارجعهم كده تاني واخيطها. فضلت بقى كده. هما بصراحه كانوا ضاغطينها بطريقه حلوه، اللي هو انا ما عرفتش اعملها تاني زيهم. حسيت ان السفنج مضغوط قوي، اللي هو لا انا مش عارفه احشيكي. فبس دي اخرة الهبل يا بنات. هحطهم بقى كده، وانا قلت بقى مع نفسي بقى ايه، في ساعه روقان كده امسكهم اخيطهم. الفترة بتاعت المذاكرة دي اقسم بالله دي بص لحظات شوية من اللحظات الفصلان. بفصل بالهبل اللي انا عملته قدامكم ده دلوقتي. خلاص بقى نسيب بقى دول، ومش شرط ان احنا نفتحهم. والحمد لله على الهبل اللي حصل. ونحب ان نعتذر في الاخر للسفنجة او للليفة. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد.